ردي على نادي الزمالك في الخطاب اللي طلع على الفجر. هو اللي كتب الخطاب في اوله غير اللي كتبه في اخره، عشان الاول قال لك انا رافض العقوبات، لكن في الاخر يقول لك انا موافق، مفيش اي مشكله. لا عايزها تتخفف ولا عايزها انها تتلغي. انتوا واحد في انفصام في الشخصيه ولا ايه؟ مش عارف بصراحه. بعدين ربطه بقرار اللي خارج من لجنه التظلمات، ايه دخل ده بده؟ مش فاهم. بيقول لك التحكيم احنا مش عايزين امين عمر ولا الصباحي. ليه امين عمر؟ عشان رافض ان هو يطرد دونجا ولا ايه؟ ولا عشان لغوا جون صحيح ان هو يتلغي؟ لمسه اليد بالنسبه لكم بقت من ضمن الكوره ولا ايه؟ بعدين بيقول على امام عاشور عشان شد الحكم من تيشيرت. ما يصحش اللي عمله امام عاشور، بس دي كانت بسيطه جدا. طب بالنسبه لدونجا اللي عندك، ولا هو حلو ليك ووحش للاهلي؟ مش فاهم. دونجا اللي بيضرب وبيشلت وبيكسر وبيشد التيشيرتات، حرام ان هو يطرد؟ ده ما بتعاقبش يا جدع. ركزوا مع الزمالك، ما تركزوش مع الاهلي. والله هتنجحوا لو ركزتوا مع نفسيكم.